الفساد مؤتمر له دور فعال. كنا بنتكلم من شوية على ان اقتصاد الدول بيبقى الآفة اللي بتاكل أي اقتصاد دولة هو الفساد. إذا كنا عايزين نبني دولة اقتصاديا، عايزين نبني دولة ليها اقتصاد قوي، يبقى رقم واحد وألف ب إن تقضي على الفساد. طول ما في فساد مفيش اقتصاد سوي، مفيش اقتصاد قوي. فبالتالي عايزة تبني دولة اقتصاديا قوية لازم تقضي على الفساد. طول ما في فساد مفيش اقتصاد. والله أنا شايفة المؤتمر ده شيء عظيم جدا، وإن شاء الله يجيب يعني يؤتي آثاره أو ثماره زي ما بنقول. بس يا رب إن إحنا نطلع بتوصيات تتطبق. ده دايما اللي أنا دايما بقوله، مش المهم إن إحنا نحضر، المهم إن إحنا ونطبق التوصيات اللي هتطلع، ونقدر إن إحنا نجتازها جوه المجتمع، نقدر نطلع بمجتمعنا. إحنا مش بنجتمع عشان إن إحنا نقول كلام وخلاص، فأرجو إن إحنا إن شاء الله ده يتحقق. النهارده دعينا عشان نحضر المؤتمر، عشان اولا نعرف توجه الدوله رايح فين الفتره اللي جايه، عشان نعرف نوعي الناس. فانا عندي وجهه نظر هي ممكن تبقى غريبه شويه، بس انا شايف ان الفساد بيبتدي من المواطن الصغير. القيادات طول عمرها الحمد لله احنا بنجيب قيادات على اعلى مستوى، ما فيش عليهم غبار. المشكله دايما بتحصل من الصغير، يعني مثلا من موظف الشباك اللي في هيئه القطارات. مش هتيجي من سياده الفريق كامل الوزير، هي بتيجي من ده اللي بيسوق مظهرنا كلنا. فانا شايف ان المفروض الموضوع يبقى فيه توجه شعبي ان احنا مش هيبقى فيه فساد تاني، مش هيبقى فيه رشوه، مش هيبقى فيه محسوبيه، مش هيبقى فيه وسايط، مش هتبقى فيه الرشوه المقننه اللي هي بيسموها دلوقتي اكراميه. لازم يبقى فيه مؤتمرات مش علشان الانتخابات ولا مؤتمرات علشان المصالح، لا، هي لازم تبقى مؤتمرات توعيه للشعب، زي القوافل الطبيه مثلا اللي بتتعمل. ده نشاط كويس جدا، بس لازم برضه يبقى فيه نشاط تاني يقول للمواطن انت ليك حق ان انت تاخد الخدمه بتاعتك من الدوله من غير ما تدفع حاجه، من غير ما حد يفرض عليك شيء. اتمنى ان المؤتمر ده ان شاء الله نخرج منه كلنا بتوجه ان احنا لازم كلنا نغير من نفسنا.